السلام عليكم. اليوم جبت لكم معايا واحد الكنز رباني عظيم، السر اللي غيخلي البشرة ديالكم مجبدة وشابة من أول استعمال. غنهضروا اليوم على وصفات سحرية، الوصفة ديالنا بالشبنطر أو الباربة اللي كتقضي نهائيا على الرؤوس السوداء والتجاعيد اللي كتكون حول العين وفي الفم وحتى في الجبهة. الشمندر ماشي غير ماكلة صحية، بل هو صيدلية ديال الجمال حقيقية كتخلي الوجه كيشعل صافي ومورد طبيعيا بلا مكياج. نبداو بالوصفه الاولى اللي هي ماسك الجيلاتين والشمندر لتنقيه البشره. غنحتاجو حبه ديال الشمندر نغسلوها مزيان ونقشروها، من بعد غنحكوها في حكاكه رقيقه ونعصروها مزيان باش ناخدو غير الماء ديالها او العصير ديالها. تقدري تستعملي عصارة ديال الفواكه مباشرة إلا كانت متوفرة عندك. دابا غناخدو معلقة كبيرة ديال الجيلاتين النباتي ونزيدو عليها 3 ديال المعالق كبار من هاد العصير ديال الشمندر اللي وجدناه. نخلطو كلشي مزيان ونديروه في حمام مريب ونبقاو نحركو حتى يذوب الجيلاتين تماما وينسجم مع العصير. طريقة الاستعمال ديال الماسك سهلة بزاف ولكن مفعولها خطير. ملي يبرد الخليط واحد شوية باش ما يحرقكش، دهنيه على وجهك كامل وركزي على البلايص اللي فيهم رؤوس سوداء. غتخليه حتى ينشف تماما ويولي بحال القشرة. من بعد حيدي هاد القناع ديال الجيلاتين غير بشوية من الأسفل للأعلى. غتلاحظي باللي حيد ليك معاه كاع الوسخ والشوائب اللي في المسام، وغيخلي البشرة ديالك مجبدة بزاف وناعمة. هاد الوصفة كتعطي نضارة فورية للوجه من أول دقيقة. ندوزو دابا للوصفة الثانية وهي عبارة عن كريم ليلي سحري لعلاج التجاعيد وتوريد الخدود. لهذا الكريم غنحتاجو ربع كاس ديال عصير الشمندر ونزيدو عليه ملعقة كبيرة ديال النشا. تقدري تستعملي نشا الذرة، مايزينا او نشا الروز او حتى البطاطس حسب اللي متوفر عندك. خلطي النشا مع عصير مزيان وهو بارد حتى يذوب، ومن بعد ديري خليط فوق النار مهيله بزاف. بقاي تحركي بلا توقف حتى يتقال المزيج ويولي القوام ديالو بحال الكريمه رطب وسلس. ملي توجد الكريمه وتبرد شويه غنزيدو عليها واحد المكون مرطب بامتياز، ملعقه كبيره ديال جيل البودور الكتان او جيل الالويفيرا. خلطي كلشي مزيان حتى يولي عندك كريم متجانس. هاد الكريم تقدري تحتفظي به في قرعه زجاجيه نقيه وديريه في الثلاجه، كيبقى صالح لمده 7 ايام كامله. هاد المزيج كيرطب البشره من العمق ديالها وكيحارب علامات الشيخوخه والترهل الجلد بطريقه طبيعيه وامنه 100%. الطريقه الصحيحه للاستعمال هي انك تدهن هذا الكريم على وجهك كامل وحتى تحت عينيك والجفون حيت طبيعي وما كيضرش، وخليه لمده 15 دقيقه. من بعد غسلي وجهك بالماء ورطبيه بشي زيت كيرتاح ليه وجهك. تقدري تستعملي هذا الكريم كل نهار للوجه واليدين ايضا، وغتلاحظي الفرق كبير في شد البشره وتوحيد اللون ديالها. كنتمنى تجربوا هذه الوصفات وتخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم النتيجه، وما تنساوش لايك وابوني وبارطاج الفيديو مع احبابكم باش كلشي يستافد. تهلاي في الجمال ديالك حيت انت هي الملكه.